الحقيقة الأول بشكر نجوى على إحساسها الرقيق وعلى الكلمتين اللي قالتهم. وأنا الحقيقة ما كنتش حاجي النهاردة بسبب اللي بيحصل في بلدي، وكنت مقرر كده بعد ما جيت بيروت. أنا عايز أنعي كل الشعب المصري في كل الشهداء اللي صعدوا لربهم، سواء من المدنيين أو من العسكريين. عايز أقول إنه قد إيه صعب إنك أنت تسمع بكاء طفلة أبوها مات، قد إيه صعب ويهز بدنك ووجدانك إنك تسمع شهادة بيستشهدها طيار في طيارته وهي بتقع. قد إيه صعب إنك تشوف دموع زوج على زوجته نزلت وهي شايلة ورد عشان تدافع عن الحرية. أنا مواطن مصري، أنا مواطن مصري مدني. كان ممكن أكون واحد منهم في يوم من الأيام، وفي يوم من الأيام لما كان حد بيقول لي اسمك إيه كنت بقول له أنا جندي مقاتل أحمد محمد حلمي وخدمت في الجيش المصري. وعرفت يعني إيه وحسيت بمعنى كلمة إنه فعلا إحنا خير أجناد الأرض. وأنا لابس بدلة العسكرية وكنت ببص على جدران الكتيبة عندي ولاقي مكتوب عليها خير أجناد الأرض، حسيت بقيمة الكلام الجميل ده اللي مكتوب على الجدار. والحقيقة أنا فعلا ما كنتش جاي النهاردة لولا جالي مسج مكونة من 3 كلمات عمرها ما حصلت. جالي مسج من بنتي فجأة بتقول لي ربنا معاك يا بابا. أنا عايز أقول إن إحنا كتير جدا جدا ومش هنخلص. إحنا 100 مليون بني آدم، صعب قوي نخلص. إحنا عاملين زي الحفرة. إحنا عاملين زي الحفرة، كل ما هتاخدوا منها هتزيد. أنا بقول لأي حد عدو هذا البلد إحنا عاملين زي الحفرة، كل ما هتاخدوا منها هتزيد وهندفنكوا فيها. أنا يا ريتني كنت واحد من اللي ماتوا. بس يا أحمد وين رسالتك؟ رسالتك البسمة لكل الناس، لأنه الناس لازم تضل تضحك. في ناس بتموت وفي ناس لازم تضحك عشان اللي بيموتوا لازم يكونوا هن عايشين. أنا جاي النهاردة عشان في ناس بتشوفنا كتير في مصر وفي الوطن العربي وجايز في العالم كله. أنا جاي علشان أقول إحنا كتير ومش هنموت. وأنا بعتذر. شكرا. نحن بدورنا بنوجه كل حبنا لكل مشاهدينا بمصر.